البنت افتكرت إن الزينة اللي فوق راس الست شكلها زي الكورة اللي بيلعبوا بيها القطط. ما قدرتش تمسك نفسها ونطت على طول علشان تلعب مع الست. الراجل ما كانش قدامه غير إنه يبص للبنت وهو متساهل معاها. السبب إن البنت كانت متحمسة قوي للكورة دي هو إنها في الأصل كانت قطة الراجل، بس بعد ما حست بحبه ليها اتحولت في السر لبنت لطيفة وهو نايم. لكن البنت ما قدرتش تغير عاداتها الشقية، كانت بتعمل مشاكل في البيت كل يوم. المرة دي بسبب عطسة فقدت توازنها وكسرت أنتيكة ب8 مليون دولار. الراجل وهو بيبص للبنت الكيوت ما قدرش يزعق لها، لكن علشان ما تفضلوش تقلب البيت فوقاني تحتاني قرر ياخدها معاه الشركة وطلب منها تفضل جنبه على طول. بس لما البنت شافت حوض السمك في مكتبه بدأت تتهز تاني. لحسن الحظ الراجل وقفها في الوقت المناسب وابتدى يجهز نفسه يعلمها إزاي تبقى إنسانة. لكن البنت اعترفت إن صعب عليها تسيب طباعها كقطة. الراجل ما استسلمش، مشي وراها، مسك إيدها وعلمها إزاي تكتب، كمان ادالها اسم جميل قوي. البنت في اللحظة دي حست بمحبته ناحيتها. لكن فجأة دخل مساعد الراجل المكتب وهو قلقان وقال إن شريك الشركة اللي هو أيدول مشهور وصل. ولما الأيدول شاف البنت حس إنها شبه حد يعرفه. الراجل على طول واقف قدامها علشان يحميها وعرفها إنها خطيبته. بس البنت كانت معجبة بوسامة الأيدول ومن ورا الراجل تبعته لمكان التصوير. ساعتها واحد من الطاقم بالغلط خبط الكشاف اللي قريب منهم، وفي اللحظة الحرجة البنت جريت بسرعة وزقت الأيدول بعيد. الأيدول على طول شكرها من قلبه. لكن المشهد ده اتصور بالكاميرات وانتشر على النت، وطبعا الراجل شاف الصور. الغيرة خلت خياله يروح لمشاهد رومانسية بينها وبين الأيدول. الفكرة دي إنه ممكن تحب حد غيره ما قدرش يستحملها، وده خلاه متضايق جدا.